هلا ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ فيديو جديد وفيديو النهارده انتوا طلبتوا مني، يعني بجد في ناس كتير قوي فعلا طلبته مني ومستنياه. هو الفيديو بتاع تحضير شنطه المامي والبيبي بتاع المستشفى، بس انا هعمله على جزئين عشان ما يبقاش طويل قوي. فالنهارده هقول لكم الشنطه بتاعتك انت يعني او بتاعت الام ممكن تحطوا فيها ايه، وان شاء الله هنزل لكم جزء تاني بيكون بقى خاص بشنطه البيبي. اول حاجه هتاخدي معاكي اللبس اللي هو انت هتخرجي بيه يعني. شوفي انت حابه تلبسي ايه او كده. انا اخدت معايا البنطلون اللي هو بتاع الحمل ده. انا لسه مش عارفه يعني الولاده هتكون طبيعي ولا قيصري، ربنا ييسر يعني اللي في الخير ان شاء الله. فلو انت برضو ما تعرفيش ممكن تعملي حسابك على حاجات تمشي مع الاتنين، يعني زي ما هوريكي كده دلوقتي. انا اخدت معايا البنطلون ده احتياطي يعني، وكمان اخدت معايا بلوزه. بس انا لسه هكوي الهدوم دي اهو. اخدت معايا البلوزه دي، حاجه تكون برضو بزراير عشان تنفع مع الرضاعه. واخدت كمان معايا الفستان ده برضو بزراير علشان ينفع مع الرضاعه لو اضطريت ارضع يعني في اي وقت ان شاء الله يعني. اهو هو طبعا مش هيبان لكم، يعني انا اصلا هبقى ان شاء الله يعني ربنا ييسر كده وابقى كويسه واعرف اتصور اصلا بالحاجات ديت، عشان انا بحب اوثق الذكريات عموما يعني. فاذا اتصورت بيهم وهبقى انزلهم لكم على الانستجرام بتاعي. وتابعوني بقى هناك ما تنسوش، ماشي؟ الفستان ده يعني انا ممكن البس عادي عليه اللي هو البلوزه التانية اللي بزراير، بحيث تبقى حاجه بكم فوقيها علشان ما اقعدش البس حاجات كتير يعني فوق بعض، وتبقى الجو اصلا من الفتره دي حر جدا. بالنسبه بقى لحاجتك وانت جوه، يعني اول طبعا هتطلعي هتاخدي شاور، فلازم يكون معاكي بشكير. انا اخدت معايا بشكير، وهتاخدي كمان معاكي فوطه تانية كده احتياطي عشان مثلا شعرك، او يعني بيبقى معاكي فوطه تانية عاديه صغيره احتياطي. وطبعا ما تنسيش تاخدي الملابس بتاعتك الداخليه يعني وكده، اللي هي بصوا يا بنات بيبقى فيه في البنتيهات يعني حاجات كده بتكون عاليه شويه، علشان لو لا قدر الله مثلا ولدتي قيصري او حاجه فما يجيش على الجرح بتاعك ويوجعك. فانتي يعني حاولي تجيبي منهم وتاخدي معاكي مثلا 3 مثلا. وبالنسبة للبراهات بيبقى فيه براهات خاصة بالرضاعة، بتبقى سهلة كده، لا اما بتتفتح يعني بتتفك من قدام ده بسيط. وفي واحد تاني خالص ده يعني بحس ان ده سهل جدا وجميل، اللي هو بيكون بالكليبس كده من فوق بتتشد وخلاص. ولو يعني بصوا انا بصراحة اخدت معايا طقمين، واحد لو انا اضطريت ان انا اولد قيصري لا قدر الله يعني، واحد تاني ممكن البسه لو انا اختار بقى عادي بين الاتنين اذا ان شاء الله يعني ولدت طبيعي. فانا اخدت البيجامه دي كانت من شي ان. انا اخدتها على اساس لو انا مثلا ان شاء الله يعني ولدت طبيعي او كده وحبيت البس بيجامه فالبسها، وهي اساسا يعني شكلها حلو، البلوزه بتاعتها ممكن تتلبس في الخروج عادي يعني. اما بقى بالنسبه للحاجه التانيه دي انا يعني مش قادره اقول لكم زعلانه قد ايه ان انا مضطره ان انا البسها او حاجه، لان انا بجد مش بحب الحاجات دي خالص 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 خالص، ولا بقتنع بيها ولا اي حاجه. جبت جلابيه مش عارفه والله يا جماعه بجد ازاي، انا مش قادره استوعب الموضوع ده بصوا جبت الجلابيه دي، هي طبعا بكم. هو اهم حاجه اصلا الحاجه اللي تكوني لابساها هناك في المستشفى، سواء انت نزلتي خلاص بتولدي يعني فلبستي حاجه عليكي ورايحه بيها، او ان انت خلاص طلعتي من الاوضه فلبستي بقى يعني حاجه كده مثلا او بيجامه، او وانت برضو نازله علشان الكم بتاعها واسع، علشان لو مثلا يعني طبعا هيبقى في بقى كانيولا، هيبقى في مثلا محاليل، هيبقى في الكلام ده كله، فتعرفي تشمري الكم عادي براحتك، فما يضايقكيش يعني. وفي نفس الوقت تعرفي تقلعي وتلبسي براحتك برضه، عشان الكنانه بجد بتضايق قوي وبتوجع، لو الكم ضيق او حاجه مش هتعرفي تدخلي ايدك كويس فهتتوجعي. فلازم تجيبي حاجه تكون الكم بتاعها واسع جدا. تاني حاجه يعني اختصري، لو انت بالذات بتولدي كمان في الصيف يعني، اختصري وهاتي حاجه معاكي كم يعني مثلا العبايه دي كم، وبرده البيجامه دي كم، علشان لما الدكتور يعني يحب يدخل يطمن عليكي وكده تبقي خلاص يعني مش محتاجه ان انت تلبسي بقى حاجه تانية. في ناس مثلا بتجيب حاجه من نص او كت لو احنا في الصيف، بتجيب فوقيها روب كم عادي، انتوا احرار، بس انا بتكلم يعني انا مثلا عن نفسي مش هبقى بقى لسه عايزه
البس حاجه تانية وافرهد نفسي والكلام ده. انا يعني الله اعلم هكون عامله ازاي يعني ان شاء الله يبقى الموضوع كويس. بس فانا ريحت دماغي يعني وجبت الحاجه على طول كلها كم مره واحده، وهي قطعه واحده اللي بتتلبس وخلاص، علشان حتى ما افرهدش واتحر يعني. والجلابيه دي انا برضو لما جبتها بزراير علشان برضو الرضاعه. البيجامه بصراحه هي اللي مقفله. انا كنت قعدت ادور كتير قوي على بيجامات ومثلا دريسات كده تكون شكلها يعني شيك اكتر يعني، تكون طبعا مناسبه للرضاعه وكده، بس للاسف انا ملقتش هنا في اسماعيليه خالص. وكمان لما كنت بلاقي اونلاين، وبصراحه يعني يا جماعه الاسعار كان مبالغ فيها جدا جدا علشان اقدر ان انا اجيب حاجه زي كده. يعني انا مش هجيب حاجه واحده، برضو هجيب مثلا حاجتين، كنت هجيب اكتر كمان من كده. فالحاجه اسعارها مبالغ فيها جدا، فحسيت اللي هو لا يعني خلاص، فقلت بقى خلاص يعني امري لله وهجيب جلابيه. هجيب جلابيه البسها وخلاص يعني ايه ويعني هحاول مع الايجو بتاعي شويه ان هو يعني يتقبل حاجه زي كده يعني. حلوين كتير قوي في الحته دي. تعالوا بقى اقول لكم. وكمان هتحتاجي معاكي بندانه و وطرحه علشان برضو تلبسيهم دول بقى ينفعوا معاكي سواء وانت يعني خلاص مروحه او انت كمان قاعده، عشان لو الدكتور حب يدخل يبص عليكي. فانا اخدت معايا طرحه عاديه خالص، واخدت البندانه، واخدت كمان معايا قلت يعني ايه عشان لو حتى عوزت اسيب دولت وانا خارجه ان شاء الله، وانا بقى هناك في المستشفى يعني او في المركز، اكون لابسه عارفين اللي هي البندانه السوري اللي هي بتبقى التلبيسه دي، بتبقى كده ومعاها البندانه التانيه. هشوف ساعتها ايه اللي يريحني يعني وهلبسه، برضو بحيث لو الدكتور دخل علشان يعني يطمن عليكي او كده او يكشف عليكي، فتبقي خلاص لبستي حاجه من فوق يعني طرحه. برضو حاجه كمان مهمه، عزكم الله، يعني خلي معاكي شبشب ده يكون مريح و... ويكون بصي يعني مثلا ده من هنا بيتضيق وبيتوسع، عشان انا رجلي بتورم جدا جدا يعني جدا بطريقه بشعه، فاللي هو اصلا مفيش حاجه بتيجي مقاسي. فانت خلي برضو معاكي حاجه كده تكون بتعرفي تضيقيها وتوسعيها، او عموما تكون مريحه بالنسبه لك يعني وانت لابساها، علشان لما تحبي بقى يعني مثلا قبل الولاده في الطلقه، او لو انت حابه تتمشي او تعملي تمارين او ايا كان يعني ساعتها اللي هتقدري تعمليه، تبقي عارفه تبقي لابسه حاجه في رجليكي يعني. وبرضو ما تنسيش تاخدي معاكي شراب علشان وانت نازله. وبصوا بقى في حاجه مهمه قوي قوي، انا مش عارفه هما بيحتاجوا كده في المراكز الخاصه ولا لا، بس لو انت تولدي في مستشفى خدي معاكي، خدي معاكي سواء انت رايحه مركز او مستشفى، خدي معاكي احتياطي التحاليل طبعا بتاعتك دي لازم تاخديها، وخدي معاكي القسيمه بتاعتك انت وجوزك وصوره البطاقه بتاعتك انت وجوزك برضو. الاوراق المهمه دي كلها تاخديها معاكي ضروري جدا، علشان طبعا هتحتاجوها هناك، وبالذات التحاليل، علشان الدكتور لازم هيبص على التحاليل بتاعتك. خدي معاكي التحاليل بتاعتك من اول ما عملتيها من اول الحمل خالص لحد اخر يوم. دي مهمه قوي ان انت تاخديها معاكي، ما تنسيش تاخديها. خديها، لمي الاوراق دي كلها، لا اما في شنطه صغيره، لا اما لو انت معاكي فايل الدكتور مديهولك حطي كل حاجه فيه وخلاص وخديه معاكي. طبعا ما تنسيش تاخدي معاكي ازازه ميه تكون كبيره، علشان مهم جدا ان انت تقعدي تشربي ميه كتير قوي على قد ما تقدري. في ناس هتقول بالنسبه للي رايحه يعني هي عارفه ان هي هتولد قيصري او كده انها هتكون صايمه. انا مش حابه اتكلم قوي في الموضوع ده عشان ما عنديش خبره كبيره قوي فيه، بس انا لما يعني دورت وكده لقيت انه في التوصيات الحديثه يعني بتقول انه لا عادي ممكن الام يعني تاكل وتشرب خفيفه، طبعا بيكون حاجات خفيفه يعني عشان اصلا هي بتحتاج طاقه. فانت خدي معاكي طبعا ازازه ميه عشان تشربي على قد ما تقدري. خدوا معاكم اللي هي التوك القماش العاديه دي، عشان دي اللي هتقدروا ان انتوا تلموا فيها شعركم وتدخلوا بيها يعني اوضه العمليات. لكن اللي هي التوك اللي بتبقى مشبك او فيها حديد دي مش هينفع تدخلوا بيها اوضه العمليات، علشان التعقيم يعني وكده مش هيخلوكوا تدخلوا بيها. فانتوا ممكن تاخدوا دي بحيث لما تطلعوا بقى لو عايزين بعد ما تسرحوا شعركم او كده، سواء تلبسوا ديت او مثلا تلبسوا حاجه زي كده عادي براحتكم. فخدوا معاكم الاثنين عشان تشوفوا وقتها تحبوا ان انتوا تلبسوا ايه. برضو خدي معاكي كحول احتياطي، خليه معاكي. انا يعني انا عن نفسي مش بعرف امشي كده، لازم يبقى معايا كحول او سانيتايزر او الكلام ده، فانا جبت كحول عشان اخده معايا ان شاء الله. في بقى يعني حاجه تانية ممكن ناس تقعد تقول لا مفيش داعي لكده، فانت براحتك عادي. في ناس تانية بالنسبه لها ان هي حابه يعني تاخد معاها حاجات كده يعني.
خلي معاكي شنطة صغيرة حطي فيها ميك اب خفيف، بحيث انت يعني لو طلعتي قادرة ان انت تحطي حاجة بحيث نفسيتك تبقى احسن شوية اعملي كده. ما قدرتيش خلاص، حابة كده مش حابة كده يعني عادي، كل واحد براحته. انا كده كده اصلا ان شاء الله لما هخلص هطلع على ماما كمان، فطبعا يعني في ناس بقى هتيجي تبارك والكلام ده، فمش حابة يكون شكلي تعبان. فانا كده كده هاخد معايا الحاجات دي، يعني سواء حطيت منها وانا بعد ما اولد على طول انا لسه هناك يعني في المستشفى، او لما اروح عند ماما. فممكن مثلا تاخدي علبة كده تحطي فيها كونسيلر، تحطي فيها بلاشر، تحطي فيها تنت مثلا، روج، كحل، يعني حاجات بسيطة قوي، حاجة تكون خفيفة يعني تقدري ان انت تحطيها بسهولة. وكمان خدي معاكي مثلا ماسك. في ناس بتحب تاخد معاها بادي سبلاش، بحيث بعد ما تاخد الشاور بتاعها يعني ترشه كده. انا بصراحه مش يعني مش عن نفسي مش مفضله حاجه زي كده قوي، علشان انا مش عايزه اغير ريحتي عشان البيبي وكده، يعني يبقى عارف ريحتي ويبقى مطمن لما يبقى خلاص عارف مثلا دي ماما كده. فانا مش عايزه اغير ريحتي خالص، فقلت اخد بس معايا الماسك كده لو حسيت ان انا محتاجه ان انا احط منه حاجه بسيطه خالص. وطبعا علشان الميك اب يعني وكده، فحاولي تاخدي معاكي قطن بتاع الميك اب، خدي حبه يعني قد دول كده مثلا. وخدي كمان المزيل بتاع الميك اب بتاعك. انا مش هاخد كل الازازه دي، انا يعني هصب منهم حبه في عبوه تانية اصغر. طبعا ما تنسوش تاخدوا معاكم البادز بتاعت النفاس، آه، خدي معاكي العبوه كامله وخلاص وريحي دماغك. وما تنسوش برضو تاخدوا معاكم النيرسينج بادز، علشان ممكن يكون في افرازات ساعتها. ممكن كمان انت تكون يعني المكان اللي عندك يكون حساس شويه بعد الولادة يعني، فمش هتستحملي حاجة عليه، فالحاجات دي بتبقى قطن شوية وبتكون ناعمة قوي، فعشان تقدري ان انت يعني تبقي براحتك يعني. بصوا بقى، في حاجة عايزة اقول لكم عليها. دايما يعني الدكاترة والدولرز والناس دي يعني بينصحوا ان انت تهيئي الجو على قد ما تقدري، ان انت في بيتك او في البيئة المريحة اللي انت بتحبي تبقي قاعدة فيها. فانت مثلا بتشوفي انت بتعملي ايه في البيت، حاولي على قد ما تقدري الحاجات دي برضو تعمليها وانت هناك في المستشفى في الغرفه بتاعتك، علشان ما يعني جو اصلا المستشفى او المكان اللي انت قاعده بتولدي فيه، وان في اوضه عمليات والكلام ده لوحده بيوتر، فبيعلي هرمون الادرينالين في الجسم، فبيعصر شويه الولاده. او في امهات من كتر التوتر يعني ممكن الموضوع في الاخر بعد ما كان ماشي طبيعي يقلب معاهم سيزاريان يعني. فانت يعني حاولي تهدي نفسك على قد ما تقدري، واللي هيكون معاكي هناك يحاول برضو ان هو يهديكي على قد ما تقدري. فانت من ضمن الحاجات اللي ممكن تعمليها، انت مثلا على الموبايل نزلي مثلا قرآن، بكرة نزلي اي حاجة انت بتحبي في القرآن تسمعيها وشغليها هناك، وخدي مثلا معاكي مصحف، بحيث في الوقت اللي هو يعني بين الطلقات اللي هو الوقت بتاع الراحة ده تقعدي تقرأي على قد ما تقدري شوية. خدي معاكي مثلا سبحة رقمية، اقعدي سبحي لربنا. خدي معاكي، انا اخدت معايا المبخرة. خدي معاكي البخور اللي انت بتحبيه، ريحة البخور اكتر واحدة انت بتحبيها. اهو بصوا يعني انا بحب دول قوي، بس هو هيجيلكوا الصورة معكوسة. المهم ان انا بحب دول قوي، فاخدتهم معاكي. ما تنسيش تاخدي معاكي يعني الفحم اللي هو سريع الاشتعال ده، وتاخدي معاكي مثلا ولاعة او كبريت، علشان يعني تبقي هيأتي الجو على قد ما تقدري، يعني كأنك قاعدة في البيت عندك يعني. وشوفوا طبعا افكار، وانتوا لو عندكم افكار برضو تانية تحسسك ان انتي في بيتك، اكتبوها لي تحت يا جماعة في الكومنتات، يمكن انا اكون في حاجات غايبة عن بالي يعني فاخد بالي منها. ممكن في ناس برضو بتاخد يعني ملاية سرير تكون بتاعتها عادي، بتاخدها معاها تفرشها هناك، بعيدا عن حتة الهايجين وحتة ان هي مثلا بتقرف شوية انها تنام على ملاية السرير بتاعت المستشفى وكده. لا، في ناس بتعمل كده علشان تحس برضو ان هي نايمة على سريرها في بيتها وكل حاجة. برضو لو انت جايبة مخدة الرضاعة خديها معاكي، ممكن تحتاجيها. هي اصلا بتسند يعني، بعيدا عن ان انت بتستخدميها عشان تعرفي تبقي مرتاحه وانت بترضعي البيبي، هي كمان بتسند الظهر شويه كده، وبتبقى يعني مريحه في الاستخدام، فانت خديها معاكي. وكمان لو انت جايبه معاكي بامب بريست خديه معاكي احتياطي، عشان اي موقف يحصل اي حاجه، فيبقى انت مجهزه حاجتك وحاجتك كلها معاكي. انا بصراحه بحب كده،
يعني باحب إن أنا أكون عاملة الاحتياطات كلّها، فأنا كده باحس براحة يعني. فخدي معاكِ كل حاجة أنتِ حاسة إن أنتِ ممكن أنتِ تحتاجيها، خديها معاكِ، ما لكيش دعوة بقى بحد هيقعد يقول لِك أنتِ شايلة حاجات كتير، أنتِ واخدة حاجات كتير، أنتِ مش عارفة إيه. لأ، طالما أنتِ مرتاحة نفسيًا كده إن أنتِ لو حسيتِ في أي موقف إن أنتِ محتاجة حاجة هتلاقيها، خلاص اعملي كده، يعني اعملي اللي يريحِك ومش مهم أي حاجة تانية. في بقى شوية حاجات كده هاقول لكم عليها، أنا مش هاطلّعها معايا هنا في الفيديو، لإن هي حاجات أنا باستخدمها كل يوم، فأنا لسه مش حضّرتها بحيث إن أنا أعينها في الشنطة، وفي حاجة منهم كمان لسه إن شاء الله هاجيبها يعني، فأنا هاقول لكم بس عليهم عشان أفكّركم بيهم. أول حاجة أنا لسه إن شاء الله هاروح أجيبها اللي هو الحزام بتاع البطن. أنا سمعت في آراء كتير أوي، في آراء بتحب إن هي تستخدمه، وفي آراء تانية بتستخدمه، بس معظم اللي أنا سمعتهم استخدموه يعني، قالوا إن هو فرق معاهم جدًا، جدًا، وكان برضه بيشوفوا ما استخدمتهوش. و وفي فرق، يعني فاهمين في فرق، يعني الحزام كان حلو معاهم. فأنتِ مثلًا ممكن تعملي search عن الموضوع ده، ممكن تسألي الدكتور بتاعِك بحيث تبقي عارفة يعني تعملي إيه. هو برضه ما بيستخدمش على طول، هو بيستخدم مدة زمنية كده معينة وخلاص. فأنا إن شاء الله، إن شاء الله يعني هاجيبه وهاستخدمه، وبعد كده هاقول لكم رأيي فيه يعني بإذن الله. برضه ما تنسيش تاخدي معاكِ الdeodorant بتاعِك والغسول والمرطب، ممكن برضه في عبوات صغيرة بحيث ما تبقيش شايلة كميات كبيرة معاكِ. وكمان خدي الشامبو بلسم وشاور جل، وخدي الليفة اللي هي الناعمة قوي. انا بصراحة معرفش يعني الشاور هناك بيتاخد ازاي يعني بالظبط، بس اللي اعرفه ان طبعا هما هناك الممرضات وكده بيساعدوكي. فانا بقولك خدي الحاجات دي معاكي احتياطي، يعني بالنسبة للليفة وكده خديها معاكي احتياطي، والبلسم لو انت ما بتعرفيش تغسلي شعرك بشامبو بس. وكمان خدي معاكي فرشة السنان والمعجون. ممكن تجيبي برضو المعجون اللي هو الحجم الصغير ده وتاخديه معاكي بحيث ما ياخدش معاكي مساحة في الشنطة. بصوا دي برضو حاجة اختيارية، شوفي انت حابة تعملي كده او لا. في اللي هي الأكياس بتاعت عزكم اللوت تويلت يعني، ممكن برضو تاخديها معاكي يعني حاجة هايجين اكتر يعني. كمان ما تنسيش الشاحن والباور بانك. اشحني الباور بانك كويس قوي وتأكدي ان هو مشحون وخديه معاكي، وخدي معاكي الشاحن علشان ممكن طبعا تحتاجيهم، او ممكن حد اللي هيكون معاكي جوزك مثلا يحتاجهم او كده. انت محدش عارف الواحد بيروح يقعد قد ايه هناك يعني، سواء طبيعي او سيزيريان، محدش عارف يعني هيروح امتى ويطلع امتى بالسلامة ان شاء الله. فطبعا خديهم معاكي علشان ما تتسحليش والموبايل يفصل منكوا شحن. ما تنسيش كمان تاخدي المشط او الفرشة بتوعك عشان لما تاخدي شاور تعرفي تسرحي شعرك. واخر حاجة خالص الكريم بتاع الرضاعة، في بتاع سانوسان، علشان ده بينفع ان البيبي يرضع عادي، ويعني بس يتمسح كده وخلاص وترضعي، بيبقى هو اصلا مكتوب عليه. وفي حاجات تانية بتبقى برضو عادي ممكن تجيبيها، بس دي بتحتاجي ان انتي لازم يعني تغسلي بالمية والصابون عشان تقدري ان انتي ترضعي البيبي كل مرة. وبس كده يا بنات، دي كانت كل حاجة ان شاء الله، ما كنتش نسيت اي حاجة تانية. طبعا ما تنسيش تاخدي الشوز بتاعك، يعني انت اكيد هتنزلي بيه فهو ده اللي هتروحي بيه. ان شاء الله كده ما كنتش نسيت اي حاجة تانية. لو انتوا في عندكم حاجات تانية شايفين ان انا نسيتها، او حاجات تانية مثلا شفتوا ان انتوا احتجتوها في المستشفى للماميز اللي هم خلاص ولدوا كده وقاموا بالسلامة، ممكن تكتبوها لي تحت في الكومنتس عشان كلنا نستفيد ان شاء الله من بعض. وبس كده ان شاء الله، ان شاء الله الفيديو ده هينزل لكم الاول، وبعد كده هينزل لكم الفيديو بتاع شنطة البيبي. فادعوا لي يا جماعه اقوم بالسلامه. الفيديو ده ان شاء الله ينزل لكم، كنا انا ما اعتقدش هكون لسه ولدت، بس ممكن قوي الفيديو بتاع شنطه البيبي لما ينزل لكم اكون انا ولدت. مش عارفه، لو اتاخرت في التنزيل بتاعه يبقى ممكن فعلا اكون ولدت، ولو نزل لكم في ميعاده يبقى انا لسه ما ولدتش. فيعني ايه، كلها ماشيه بتسهيل ربنا يا جماعه. انتوا بس ايه دعواتكم كده ان شاء الله اقوم بالسلامه، وربنا يا رب يقوم كل واحده حامل بالسلامه، ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه يا رب، واطفال سلام معافين من كل سوء ومن كل شر، ويرزقهم باطفال يعني معافين بدون زياده او نقصان باذن الله. بس كده، ما تنسوش تعملوا الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، وما تنسوش تتابعوني على بقية منصات التواصل الاجتماعي. هسيب لكم اللينكات تحت في الديسكريبشن بوكس. باي باي.